عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. وشرح الحديث: مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه بقبرين، فكشف الله سبحانه وتعالى له عن حالهما وأنهما يعذبان، فأخبر أصحابه بذلك تحذيرا لأمته وتخويفا، فإن صحابي هذين القبرين يعذب كل منهما بذنب تركه والابتعاد عنه يسير على من وفقه الله لذلك. فأحد المعذبين كان لا يحترز من بوله عن قضاء الحاجة ولا يتحفظ منها، فتصوبه النجاسة بتلوث بدنه وثيابه ولا يستتر عن بوله. والآخر يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس، ولا سيما الأقارب والأصدقاء، يأتي إلى هذا فينقل إليه كلام ذاك، ويأتي إلى ذاك فينقل إليه كلام هذا، فيولد بينهما القطيعة والخصام. والإسلام إنما جاء بالمحبة والألفة بين الناس وقطع المنازعات والخصامات، ولكن الكريم الرحيم صلى الله عليه وسلم أدركته عليهما الشفقة والرأفة، فأخذ جريدة نخل رطبة فشقها نصفين وغرس على كل قبر واحدة، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل الغريب عليهم، فقال: لعل الله يخفف عنهما بشفاعتي ما هما فيه في العذاب، ما لم تيبس هاتان الجريدتان، أي مدة بقاء الجريدتين رطبتين، وهذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. فاحذر ألا تستتر من بولك، وإياك والنميمة.